يا جماعة تتخيلوا انا صحيت النهاردة ولقيت ايه؟ مفاجأة غريبة جدا في الغسالة. بجد بقى موقف عمري ما كنت اتوقعه ابدا. وفجأة اكتشفت ان في فار صغير هو السبب في كل اللي حصل. تعالوا بقى اوريكم انا حصل معايا ايه. بصوا بقى يا حبايبي، قمت بقى كده قلت يا مرمر يلا ادي بقى لنفسك شوية طاقة ايجابية، ويلا بقى ايه شوفي وراكي ايه، ويا فتح يا عليم يا رزق يا كريم. ورحت بقى ايه، كان عندي مفرش هوريكم المفرش. تعالوا كده معايا هوريكم المفرش. شايفين المفرش ده؟ انا ايه كان عايز شطفه كده صغيره في الايه، فقلت ايه يا مرمر خلاص اشطفيه في البانيو وجيبيه بقى ايه شغلي عليه ايه العصاره علشان يلحق ينشف. تمام تمام. ما كدبتش خبر يا حبايبي، طبعا شطفت المفرش وجبته هنا العصاره وابتديت ايه اشغل العصر. حطيت طبعا ايه عشان اشغل العصر إيه كده شايفين، وابتديت بقى ايه قلت يلا يا مرمر بقى شغاله العصر. وابص بقى يا حبايبي الاقي الميه من حواليا، يعني عايزه اقول لكم يعني تحت رجليا الميه ايه ميه على ميه. هي مالها الغساله في ايه يا ترى؟ الغساله مالها شمال يمين. طبعا ايه فضلت اقلب في الغساله نص ساعه يا حبايبي وانا اقلب في الغساله ومش عارفه الميه دي فعلا بتيجي منين. واجيب بقى طبعا ايه فصلت الدنيا كده وقلت يبقى ايه فيها ايه الغساله دي. تعالوا بقى اوريكم انا اكتشفت ايه. حاجه بقى قالت لي يا مرمر ما تشد الغساله دي كده. طبعا عايزه اقول لكم حاجه، انا كنت متاكده ان الخرطوم في الصرف، يعني انا واثقه ان الخرطوم في الصرف وشايفه الخرطوم في الصرف. طب في ايه؟ حاجه قالت لي ايه طب يا مرمر شد حاولي تشد الغساله كده. تعالوا بقى اوريكم انا لقيت ايه. تعالوا 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 يا حبايب مراميرو، تعالوا اوريكم بقى انا لقيت ايه. اوسع بقى كده شويه شويه شويه. شايفين 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 الخرطوم؟ شايفين عمل ايه؟ شايفين الفرفور؟ الفرفور حبيب قلبي عمل ايه؟ شايفين؟ يعني عايزه اقول لكم الميه طبعا شايفين الخرطوم شكله هو ايه ابتدى يشتغل في الخرطوم. طبعا الميه بقى اترتها كانت بتنزل من هنا يعني. الميه كانت بتنزل من هنا وانا بقى مش دريانه. طيب انا عايزه اقول لكم في حد هيقول لي بقى يا مرمر انت كنت عاملنا الفيديو بتاع الفرفور ومن ساعتها انت ما شغلتيش الغساله. لا يا حبايبي انا هقول لكم انا عندي غساله تانية، ده هو عامل عامله تانية هوريها لكم هوريها لكم ما تستعجلوش. ده انا من ساعتها بكتشف حاجات. عايزه اقول لكم صدقوني هوريكم الوقت اللي عامله، يعني هوريكم عملي. انا عايزه اقول لكم ان انا يعني كنت حاطه شويه بلاستيكات كده. انا عندي مكان كده تحت الحوض ضرفتين كده، فحاطه بقى ايه كل الحاجات اللي هي ايه البلاستيكات، علب التلاجة، الحاجات دي اللي انتوا عارفينها. طب اقول لكم ايه صدقوني ما خلى حاجه. هو بصوا اقول لكم هو علم على كل حاجه. فرفور قمر. وبصوا بقى كان يعني عايزه اقول لكم كان هو يعني باقي على عشره، يعني هو ما كانش عايز يسيبنا كده بسهوله، كان باقي على عشره قوي. يعني فندقه بقى 5 نجوم، لا احلى من كده فين. ف والله يعني انا حبيته. وكل شويه اكتشف بقى. في حد يقول لي يا مرموره هو انت من ساعتها ما شغلتيش الغساله؟ لا انا عندي غساله تانية. فدي انا ايه يعني بقالي فتره ما شغلتهاش، يعني انا ممكن ايه يعني مثلا كل فتره كده اشغلها. لكن هوريكم هو بقى عمل ايه، يعني ربنا يسترها بقى واشوف بقى ايه. يعني لو لقيت حاجه انا هقول لكم طبعا، يعني انا يعني لو لقيت حاجه انا طبعا لازم ايه اقول لكم عليها. بس هوريكم بقى برضو هو عمل ايه. انا عندي يا حبايبي بصوا انا عندي غساله تانية اهي بشغلها. تمام. انا اللي عايزه اقول لكم صدقوني هو يعني حتى انا عامله مكان مخصص للغسالات عندي وكده يعني. فهو استفرد بقى، هو طلع من كان في المطبخ، فطلع من المطبخ هو شكله كان ايه بقى بياخد لفه كده ايه بالليل
مع نفسه. يعني هو بيحب ايه يعني يشوف يعني فندقه بقى، هو يعني ايه حابب المكان. ويا مرحب بيه، تعالى اوريكم بقى. بصوا انا ليه بقول لكم انا عامله مكان مخصص كده يعني للغسيل وحاجات الغسيل زي ما انتم فاهمين يعني. علشان كده انا مش جايبه اللي هو المفرش المشمع، يعني مش هعوزه في حاجه لان مفيش ميه بتيجي في المكان ده خالص. تمام. فعايزه اقول لكم اوريكم. انا بقى كنت حاطه المفرش ده على الغساله دي بقى، واخدين بالكم؟ دي الاوتوماتيك. انا بقى كنت حاطه، بصوا هوريكم ازاي. انا كنت حاطه المفرش ده على الغساله دي. حلو. دي الاوتوماتيك اهي، والخرطوم كده بقى جميل وقمر كده وعاش الدور فيه الغساله النص. تمام. انا الصراحه بقى لي فتره ما شغلتهاش، انا شغلتها بس عشان ايه؟ علشان المفرش، يعني اشغل العصر عليه، وقلت عشان الشتا انتوا فاهمين اللي ايه الحاجه ما بتلحقش ايه بتنشف. فنيجي بقى للغساله الاوتوماتيك. فعايزه اوريكم. بصوا المفرش اهو، مفرش مهير عادي كده عندي، فبحطه على الغساله. تعالى اوريكم هو عمل ايه. شايفين؟ يا خراشي يا خراشي يا فرفور يا قمر. بصوا وحب يعمل له قصه، يعني حب يعمل له كده قصه، يعني شكله القصه ما كانتش عاجباه. عايزه اقول لكم انا كنت فارده ده، بس بصوا هو ما كانش في الوش كده. يعني عايزه اقول لكم المفرش ما كانش في الوش كده، المفرش كان نازل من الجنب. بصوا شايفين الحيطه اهي، المفرش بقى نازل كده كله، يعني نازل كده من الجنب. تمام. انا عايزه اوريكم بس معلش اهو، سامحوني بقى لو الاضاءه يعني. المفرش كله كان ايه نازل كده من الجنب. فهو بقى دخل طبعا من تحت الغساله، وحب بقى ايه يشوف المفرش ده يعمل له قصه جميله كده تبقى جميله تعجبني. فهي قصه عجبتني الصراحه، جميله قوي تحفه. هوريكم القصه دي. بصوا ده انا يعني انا كل ما يعني عايزه اقول لكم اللي انا كنت حاطه الحاجات اللي هي بتاعت التلاجة، اللي هي الحافظات بتاعت التلاجة اللي هي بتبقى البلاستيك بغطيان دي. عايزه اقول لكم كان نفسي اوريها لكم، بس قلت بقى. فانا الصراحه بعد كده بقى لما كل ما هكتشف حاجه لازم انا يعني هقول لكم عليها، مش هخبي حاجه يعني. شايفين القمر؟ شايفين العسل ولسه انا ما اعرفش. انا ما اعرفش في ايه تاني. والله حبيته الفرفور القمر ده. عايزه اقول لكم يا حبايبي، نرجع بقى للغساله دي. في يعني لو حد عنده فكره ان انا ممكن اعمل بيها الخرطوم ده. في حد هيقول لي دلوقتي يا مرمر ما هو يتغير، تمام، بس الخرطوم ده الاصلي بتاع الغساله. بجد يعني لو في فكره بقى حد يعرف ان انا ممكن ما استغناش عن الخرطوم واعمل اي فكره للخرطوم بحيث ان انا ما استغناش عن الخرطوم، يا ريت تقولوا لي في التعليقات يا حبايبي. فرفوري القمر العسل السكر. عايزه اقول لكم هو بقى كان ايه بدايه اليوم كده. ومن بعدها يا حبايبي عايزه اقول لكم المفرش اهو. طبعا الميه بقى كانت يعني عملتها وسبت المفرش يتصفى براحته بقى. طبعا انا يعني هاخده دلوقتي وهنشره عادي. فده كانت قصتي النهارده مع الفرفور في بدايه اليوم كده. ولسه بقى لما هشوف حاجه تاني او هكتشف حاجه تاني طبعا لازم انا اقول لكم عليها. هو يعني كيوت قوي وبحبه قوي، والصراحه يعني هو عشري وحبيبنا واحنا حبيناه. عايزه اقول لكم اللي يعرف اي فكره للخرطوم من غير ما اغيره، يعني انا عادي ممكن اغيره، بس انا عشان هو الاصلي، يعني هو الخرطوم بتاع الغساله الاصلي يعني. بحبكم قوي قوي يا حبايبي. وده كان يومي النهارده مع الفرفور العسل القمر اللي يعني الصراحه مش عارفه اقول لكم ايه بجد. مش عارفه اقول لكم ايه. عارفين اقول لكم ايه؟ اقول لكم باي باي يا حبايب قلبي، باي باي.